وحدها الإرادة ما تدفعك للخطوة الأولى على طريق النجاح، أما العزيمة فتمدك بالزاد لمواصلة الطريق حتى النهاية. هكذا استطاعت قوات الأمن الوطني الفلسطيني من الفوز في المرتبة الثانية في البطولة العالمية للعمليات الخاصة بين 35 فريقا يمثلون مختلف دول العالم في البطولة التي أقيمت في الأردن مؤخرا. هذه مسابقة لها أهمية كبيرة لأنها تخضع المشاركين لكثير من التحديات، يعني تقريبا 11 تحدي، وهي على مستوى يعني تمثل على مستوى نخب العمليات الخاصة ووحدات العمليات الخاصة في كل جيوش العالم. مشاركتنا نحن كقوات أمن وطني نمثل فلسطين، جئنا لهذه المرة الخامسة على هذه المسابقة. حصلنا في الأعوام الماضية على عدة مراكز، كان أهمها المركز الخامس عالميا في السنة الماضية. شاركت فلسطين في منافسة بطولة المحارب الدولية هذا العام للسنة الخامسة على التوالي، ممثلة بفريقين من العمليات الخاصة التابعة لقوات الأمن الفلسطيني، وهما فريق 101 وفريق 77، بمشاركة 19 محاربا خضعوا لتدريبات مكثفة. بطولة المحارب الدولية تعتبر من أصعب البطولات حول العالم. شاركت فيها قوات الأمن الوطني الفلسطيني متمثلة في وحدة العمليات الخاصة. شكلنا فريق من وحدة العمليات الخاصة هو من 101 وفرقة 77. الصعوبات اللي واجهتنا اللي هي قلة الإمكانيات المتوفرة لدينا في فريق المحارب، بخصوص إن إحنا شعب الفريق الفلسطيني. بالنسبة للدول الثانية يعني كانت إمكانياتها وأسلحتها أضخم وتكنولوجيا أحدث. من خلال هذه البطولة سجل الفلسطيني حضوراً لافتاً بين جيوش تتمتع بقدرات وإمكانيات كبيرة، مؤكدين على جدارتهم بأن يكون للفلسطين دولة مستقلة يؤسس فيها لمستقبل واعد بالأمن والحرية. بالرغم من التضييقات التي تتعرض لها قوات الأمن الوطني من إسرائيل، وبالرغم من الإمكانيات القليلة التي يمتلكها، إلا أن إيمانه بقضيته وإصراره على رفع اسم فلسطين عالية مكنه من التقدم والفوز على أعظم الدول في العالم. من مدينة جنين لتلفزيون القدس، رباع عياش.